عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غنشوفوا شكل جديد من الفطائر، اللي ان شاء الله غنستعملوا فيه واحد الحشوه بنينه بنينه بزاف. دونك ندوزو ان شاء الله المقادير. دونك في الاول كالعاده غنحتاجوا العجينه الفطائر اللي قدمت لكم في الرابط. نتمنى انكم ترجعوا لها وتشوفوا طريقه التحضير ديالها. بالنسبه للحشوه ديالنا غنحتاجوا طريفه اللحم ديال، هنا انا اختاريت ديال بيبي، تقدري تختاري سيداتي ديال الدجاج. ايضا عندي هنا واحد الحبه ديال الفلفل الاخضر، مقطعتهم طريفات صغيورين. عندي حبه ديال الجزر خيزو محكوكه بالمحكه الغليظه، حبه متوسطه. عندي الزيتون اللي قطعته، زيتون حمر اللي قطعته حيت له العظم. عندي واحد البصله صغيره محكوكه. عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال الربيع. وبطبيعه الحال عندي الملح والابزار وفلفل احمر والكمون والزيت. دونك ندوزو ان شاء الله نشوفوا تتمه مع طريقه التحضير. دونك نبداو كما العاده. اول حاجه كنديرو هي كنوجدوا الحشوه ديالنا باش نخليوها على جنب حتى تبرد لنا، عاد كنبداو نحشيو. دونك كندير الزيت ديالي، 2 معالق كبار ديال الزيت. نوضع البصل ديالي اللي حكيت. دونك البصل هنايا غادي نوضع الفلفل، حيت الفلفل كياخذ لي وقت باش كيطيب معايا. دونك اول حاجه هي البصل والفلفل غنخليهم حتى يدبالوا واحد شويه، عاد غنضيف باقي المقادير. دونك في هذه المرحله سيداتي، من بعد ما دبلت عندي الفلفله ديالي وديك البصيله، غادي نضيف الجزر اللي سبق لي وحكيت، حتى هو كذلك غنخليه يدبل لي شويه. دونك انا كنحرك كما قلت لكم. غادي نخلي هاد الخضيره هذه اللي درت تدبل، عاد نرجعوا نشوفوا التتمه. كما كتشوفي معايا سيداتي، الخضيره ديالي ها هي هنايا دبالت ليا. دونك في هذه المرحله غادي نضيف قطع ديال صدر البيبي ديالي. كما قلت لك تقدري تستعملي ايضا سيداتي قطع ديال الصدر ديال الدجاج. دونك في هذه المرحله انا غنضيف المليحه ديالي. الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالك سيداتي. الابزار عندي هنايا واحد تقريبا واحد نصف معلقه ديال الابزار. كمون فهو نصف معلقه صغيره. انا كنعبر بهاد المعلقات هادو صغار، داكشي علاش كتشوفوا لي كندير 2 مرات. هما العبار ديالهم ديال معلقه صغيره، نصف معلقه صغيره. دونك انا هنايا درت المليحه والابزار والكمون والفلفل الاحمر ديالي. غادي نحرك مزيان باش تجانس ليا الكسوه ديالي مع داك التوابل اللي درت. على هذا الشكل هذا، وان شاء الله حتى يتحمر لي هاد الطريفه د اللحم اللي درت يتحمروا لي، ونعاودو نتلاقاو باش تشوفوا التتمه. كما كتشوفي معايا سيداتي، هنايا صافي طابت لي الحشوه ديالي. دونك دابا غادي نطفي عليها النار. غادي نضيف الزيتون ونضيف الربيع. انا كنفضل انني في الحشوات الربيع ما نديروش من الاول، حيت ما هو ما كيبغيش يطيب بزاف اصلا، غادي يعاود يطيب لي مع الفطائر. دونك كنخليه حتى الاخر. وهنايا في هذه المرحله هذه غنخلي الحشوه ديالي على جنب حتى تبرد ليا تماما، وعاد غنبدا نعمر في الفطائر ديالي. دونك نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما تبرد لينا الحشوه ديالنا ونشوفوا تتمه ديال التحضير. بالنسبه لهاد المرحله هذه سيداتي، انا هنايا سرحت العجين ديالي، فوالا السمك ديالو ما كنخليهش غليظ بزاف. دونك غنقطع بهاد القطعه هذه شكل ديال دوائر. غنبدا بسم الله هذا الشكل هذا. فوالا فوالا
مع الدوائر هذه غنحطهم على جنب. نحطهم هنايا في المول ديالي بهذا الشكل هذا. ودابا سيداتي غنحاول انني نتكهم فوالا على هذا الشكل هذا باش ما يتنفخوش ليا بزاف. دونك فوالا انا تكيت الدوائر ديالي هنايا على هذا الشكل. هنايا عاوتاني على جنب غادي نحاول العجين ديالي غنقطعهم هكذا، غنقطعهم طوال هذا الشكل هذا. نوريكم دابا شنو غنديروا بهم. فوالا بالنسبه مثلا هذا بحال هذا الشكل هذا كنحاول انني نديرهم هكذا فوالا طوال. نحاول انني نرققهم مزيان صافي. كنجي من الوسط وكنويهم هكا على هذا الشكل هذا. بسيداتي من بعد ما درنا هاد اللولب ديالنا على هذا الشكل هذا غنحاول انني ندهن الدائره ديالي هذا الشكل هذا، وكنوضع عليها ديك الدقيره اللي ضفرت بحال هكا. هذا الشكل هذا فوالا ندهنو. نديرلو الحشوه ديالي، نديرلو الحشوه ديالي. كنحاول نضغط عليها فوالا هذا الشكل هذا. فوالا في هذه المرحله هذه غادي نضيف الفرماج من الفوق على هذا الشكل هذا. هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالي. انا غنعاود لكم وحده اخرى هنايا باش تشوفوا معايا كيفاش درت لها. دونك غنبدا ثانيه كنشكل العجين ديالي على هذا الشكل هذا. ندير شويه دقيق نخليه يرتاح. نزيد واحد اخر فوالا. هما نبدا نضفر فيهم دابا. فوالا نشد الدائره ديالي وندهنها بالشكل هذا ونوضع عليها الضفيره ديالي بهذا الشكل. فوالا فوالا غندهنها كما قلت لكم. ندير فيها الحشوه ديالي. الحشوه كتبقى اختياريه، انا اختاريت هذه الحشوه هذه غير باش نبدل لكم سيداتي فكره جديده ديال الحشوه. فوالا كنحاول انني نركلها باش نعمرها مزيان. وندير الجبن من الفوق.
دونك انا سيداتي غنكمل الفطائر ديالي ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه. كما كتشوفي معايا سيداتي هذا هو الشكل ديال الفطائر ديالي من بعد ما كملتهم. هنايا بقات لي واحد شويه ديال العجين ما غاديش تقدني بالنسبه لهذا الشكل هذا، فعملت به هذا الشكل هذا. ان شاء الله غادي ننزل لكم حتى هو طريقه ديال التحضير ديالو في اخر المرحله ديال التقديم. انني غادي نحاول انني ندير شويه الزنجلان في الجوانب اللي سبق لي ودهنت على هذا الشكل هذا باش كنكمل التزيين ديال الفطائر ديالي. وان شاء الله غادي ندخلهم الفرن ونعاودوا نتلاقاو من بعد ما يطيبوا لينا الفطائر ديالنا. كما كتشوفوا معايا سيداتي هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا اللي حضرناهم بحشوه اللي كانت خفيفه ظريفه ودرنا فيها الخضار. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم والشكل ديال الفطائر ديال اليوم حتى هو يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوه في المنازل ديالكم. تابوناو معايا وديروا لي جيم وان شاء الله يكون جديد من الوصفات والى اللقاء.